الآن المحصلة النهائية في مسابقة الكأس لحسم هذا اللقب والكل يترقب. راح نكون مع حضراتكم مباشرة وحصريا بعد قليل في بث حي مباشر من ملعب الأنفيلد. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. سأتواجد معكم اليوم للتعليق على أحداث النهائي المثير لبطولة الكأس الدولية. فريق ليفربول في مواجهة باريس سان جيرمان. لحظات مثيرة مشاهدينا قبل ضربة بداية المباراة النهائية لبطولة الكأس الدولية. هذه هي لحظات الإثارة المطلقة، الكل عنده أسئلة كثيرة ولا أحد يملك الإجابات. الملعب فقط هو من سيجيب على كل الأسئلة وسيحسم اللقب. هذه هي الأجواء التي نريدها وهذه هي المباريات التي ننتظرها. هنا مع التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم: أليسون بيكر في حراسة المرمى، روبرتسون سيلعب مع ألكسندر أرنولد في مركزي الظهير، راس حربة وحيد يتواجد في تشكيلة الفريق اليوم. هذه هي التشكيلة الأساسية للبي اس جي. فريق لا يمل من التمرير من قدم إلى أخرى، سيطر على الكرة لأطول فترة ممكنة، أسلوبه المعروف والمتميز أيضا من خلاله لا يستعجل في بناء الهجمة، يأخذ وقته بشكل كامل حتى تأتي الفرصة المناسبة للاستغلال. باريس سان جيرمان يعد النادي الأنجح في فرنسا، وهو النادي اللي سيطر على الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة وأصبح دائما ما نجده على الساحة الأوروبية. المباراة تنطلق بأقدام لاعب محمد صلاح. النتيجة تعادل حاليا بدون عقوبة إضافية تقرر حكمة اللقاء الاكتفاء بركلة الجزاء هنا ولا تخرج البطاقة. قرار الله الكرة في المرمى من علامة الجزاء إلى الشباك التي تتحرك وتحرك كل شيء في هذا النهائي. بعد الهدف الأول هدف يغير الأحوال، يبدل إلى رجل المرمى. الصافرة تنهي الحكاية مشاهدينا. تبدأ الاحتفالات بالتتويج بلقب الكأس الدولية. بطولة كبيرة من البداية للنهاية، أداء رائع، تتويج مستحق، مشوار طويل بالتأكيد من مباراة لأخرى. كانوا يستحقون هذا التتويج وهذه الفرحة. الآن يحتفلون، الآن يفخرون بما قدموه بما كتبوه. أي إشادة مستحقة لهذا الفريق، مدرب ولاعبين وإدارة وجمهور. يا لها من لحظات عظيمة دائما، لحظات التتويج التي يعيشها لاعب كرة القدم. من أجل هذه اللحظات يبذل الجميع الجهد في الملعب. هذه اللحظات تلهم اللاعبين، تجعلهم يقدمون كل ما لديهم. يا لها من لحظات فيها من العرفان والتقدير. الكل سيتذكر طوال حياته، ليس في كل يوم تتوج بلقب الكأس الدولية. ارفعوها واحتفلوا أنتم الأبطال. أي مشاعر استثنائية الآن لا تصفها الكلمات على منصة التتويج. كل التعب ينسى في هذه اللحظة. الآن لحظات الفرح، الآن لحظات العناق، الآن التاريخ يكتبون من خلاله أنفسهم أبطالا. أجواء احتفالية في الملعب الآن. بطلات المسابقة يتشاركن البسمة والفرحة مع الجماهير الحاضرة. مجهود كبير من الكل في هذه المسابقة من البداية للنهاية. الجماهير لعبت دورا كبيرا في هذا الفوز وهذا التتويج. تحية هذه الجماهير واجبة. الآن لحظة التقاط الصور التذكارية مع اللقب، صورة ستبقى في الذاكرة وتحفظ في التاريخ وفي أذهان كل جماهير النادي.